السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب. فيديو جديد، ولأول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا بينا يلا على قصة النهاردة، وهنحدد هنشوف انتوا هتقولوا ايه. النهاردة قصتنا معانا بنوتة بتقول: انا مخطوبة بنات، انا مخطوبة من فترة قريبة، ونزلت مع خطيبي كم مرة. انا في العادي بركب العربية وبحجز له معايا. طب اللي مش فاهم الحتة دي هقول لكم معناها ايه. مثلا هي بتبقى في المواصلات مثلا وهتعدي على المكان اللي هو فيه، فبتحجز له مكان جنبها. على يعني لما يبقى متفقين مثلا على التليفون وهو يركب العربية، فكده هي حجزت له مكان. فاهمين ازاي؟ ففي ناس كتير بتعمل الحكاية دي. بتقول وبحجز كل مرة. انا في العادي بركب العربية الاول وبحجز معايا وبحاسب على طول. طب انت اللي بتحاسبي اهو. تمام. ولا مرة عزم عليا انه يدفع حتى، وحصل كم مرة واحنا في المواصلات يقول لي مش معاكي فكة ويخليني ادفع، بس يعني 3 أو 5 جنيه. وكنت مرة بشتري مية وعصير معايا، سابني احاسب ومش عزم عليا. وفي عيد ميلادي ما جابليش، مش جابلي هدية غير حاجة بسيطة ورخيصة. وكمان ولما احرجته انه مش مقدرني في عيد ميلادي، جاب لي هدية غالية جدا، موبايل غالي يعني في حدود 15 ألف. فما قدرتش احدد هو كده بخيل ولا لا، او محتاجة استنى شوية عليه عشان احكم، ولا اعمل ايه. بحسبه معفن في حتة الفلوس وما عندوش مانع اني احاسب. انت بتتكلمي في حاجات فظيعة. بصي بقى، هقول لك انا على حاجة. بصي، الهدية يا حبيبتي، خلينا الاول. انت بتقولي يعني خلينا واحده واحده كده. انت مثلا بتقولي انت بتركبي الاول، يعني انتوا بتركبي بتحجزي له مكان، فانت بتدفعي على طول. فانت هو اللي بتدفعي وهو مش موجود، ما بتستنيش هو لما بيركب. انت فاهماني؟ يعني انت بتستنيش ان هو يركب فيحاسب، انت لا. طيب انت بتحاسبي على طول قبل ما هو كمان ما يجي. تمام كده؟ تمام. تعالي بقى تاني. انت بتقولي في الرسالة ان انتي مثلا يعني حتى لما بيركب معاكي مثلا يقولك معاكي فكة، الفكة دي عبارة عن 3 5 جنيه يعني بالكتير قوي. انتي مش شايفة ان 3 5 جنيه دي مش حاجة اصلا؟ يعني اي حد عادي على فكرة. حسستيني ان انت جبتي حاجات، وان انت زي الناس اللي كانت بتقول معانا معرفش الغدا وانا عملت ايه لخطيبي ومشاني ومركبنيش. انت 3 5 جنيه انت بتتكلمي فيهم. 3 5 جنيه في مواصلات اليومين دول هم مش حاجة نهائي. فبالنسبه له حتى لما تدفعي له 5 جنيه مثلا عادي على فكره، مفيش حاجه. مثلا معاكي، انا معايا فلوس، طب معاكي فكه 5 جنيه مش عارف ايه، عادي جدا. بتقولي جه في عيد ميلادك ما قدركيش وجاب لك هديه بسيطه ورخيصه. الهديه مش بقيمتها. انا ما بقولش مش جايه معاه، بس هي فعلا الهديه مش ان هي قيمه، او ان الهديه جايه لك من مين. بدليل ان هو لما انت احرجتيه وقلت له انت مش مقدرني وما انتش بهديه حلوه في عيد ميلادي، هو كان ممكن يروح يجيب لك مثلا هديه ب1000 2000 جنيه وكان خلاص واداها لك. هو راح جاب لك تليفون ب15000 جنيه. طيب لما نرجع كده معلش، يعني هو كان ممكن يوفر الفلوس دي. هو مثلا واحد وداخل على جواز وداخل على خطوبه والدنيا، فهو او مش هقول اولى، لا هو محتاج الفلوس دي. فانا شايفه ان هو مش بخيل زي اللي احنا كنا بنسمع عنهم، ومش معفن زي ما انت ما بتقولي. 3 5 جنيه دي مش حاجه. 3 5 جنيه دي انت لو روحتي اصلا سوبر ماركت مش هيجيبولك حاجه نهائي يعني. فانت بتتكلمي في حاجات تافهه فوق الخيال. واحد جابلك التليفون ب15000، بتتكلمي انت في 3 جنيه و5 جنيه. انا مش عارفه الصراحه، محدش عاجبه حاله، ولا اللي معاها اللي البخيل. لا بس البخيل ده لا لا لا، ده تمشي وقتي، ده هتقول له يلا باي باي مع السلامة. بخيل ايه ونيلة ايه وزفت ايه اللي تاخديه؟ لا 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 لا، ده هيطلع، بصي هيطلع عينك حرفيا. فلا لا، اوعي واحدة تكون شايفة ان خطيبها في ايام الخطوبة بخيل جدا ومكملة معاه ومستمرة، وحياتك بعد كده هتبقى صعبة فوق ما تتخيلي.
فاللي تلاحظ كده مش من اول ملاحظه كده او حاجه تافهه زي دي مثلا 3 5 جنيه، او هي اللي بتدفع الاول قبل ما هو ما بيطلع اصلا العربيه. فلا لا، لما مثلا يحصل موقف واتنين وتلاتة ويحصل مواقف كبيرة فلا كده هنا لا ستوب، فاهماني؟ فربنا يصلح حال البنات يا رب كلها. اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واقول لكم مع الف سلامة، باي باي.